ذي الحجة والمحرم والصفر. وفي يوم الأربعاء من آخر الصفر بدا به عليه السلام وجعه فحم وصدع، وأشار إشارة ظاهرة بخلافة أبي بكر صاحب المعية، فأثنى عليه على المنبر وقال في آخر خطبته: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فالسلام بقوله: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة إسلامية. ثم قال عليه السلام: لا يبقى في المسجد خوق إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. ثم أكد أمر الخلافة بأمره صريحا أن يصلي بالناس، فصلى أبو بكر بالناس 14 صلاة في حضور إمام الأنبياء ورسل الله. وأذن له صلى الله عليه وسلم نساؤه أن يمرض في بيت عائشة لما رأينا من حرصه على ذلك، فدخل بيتها يوم الاثنين وتوفاه الله يوم الاثنين حين زاغت الشمس أو حين اشتد الضحى، كالوقت الذي دخل فيه إلى المدينة في هجرته، ورأسه الشريف بين فم وصدر عائشة البرة النقية. وكان ذلك من ربيع الأول سنة 11 من الهجرة. ومكث عليه السلام بقية يوم الاثنين ويوم الثلاثاء، ودفن يوم الأربعاء لاشتغالهم ببيعة أبي بكر أو لعدم اتفاقهم على انتقال المقر الأسنى ومهواه. ومدة مرضه عليه الصلاة والسلام 13 يوما أو 12، وله من العمر 63 سنة. ففي ثلثها نشر الدين وأقام الشرائع وأدى الرسالة الإلهية، وحظي بغسله علي والفضل ابن عباس وأسامة بن زيد يناول الماء، والشقران والعباس واقفان هناك. ولله الدر القائل الذي هيج بلابل من تيمه الشوق وأضناه: لقد حضر المختار في الغسل 5، علي كذا العباس والفضل قد ورد، أسامة سقران ومن حمل اسمهم فلم ير في عينيه قط على رمد. وكفن في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، وصلوا عليه فرادا، وكل أثنى عليه بما تيسر من مناقبه التي بمناقب غيره مزرية. وحفر له في موضع فراشه، وفرش تحته قطيفة حمراء كان يتغطى بها، وقد أمره بذلك، وهو من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وأطبق عليه من 7 لبنات صلى الله عليه وسلم ما تعطرت المجالس بذكر شمائله وولاه. صلى الله عليه وسلم ما تعطرت المجالس بذكر شمائله وولاه.
اللهم